ازاي تتعامل مع الفتور والكسل؟ من اكتر الحاجات اللي كسرت ناس كتير من غير ما يحسوا هو الكسل، الشعور اللي بيسرق طاقتك وعمرك ويعطل طموحك من غير ما يعمل صوت. دراسات كتير جدا اتعملت اثبتت ان كتير جدا بيتاخروا في تحقيق احلامهم، ومنهم اللي ما بيوصلش، واغلبهم في سن الشباب، والسبب الكسل. وعلشان كده في الفيديو ده هقول لك ازاي تبطل كسل وتتحرك ناحيه احلامك اللي نفسك تحققها بجد. اول خطوه علاج هي ابدا بخطوه بسيطه. وبالمناسبه ابحاث اتعملت على الاف الناس اللي وصلوا لاهداف كبيره وطلعت بنتيجه واضحه جدا ان اغلبهم بداوا بخطوه واحده صغيره، خطوه يمكن شكلها تافه بس كانت بدايه التغيير الكبير. مفيش حد بيصحى من النوم يلاقي نفسه نشيط ومنجز، الموضوع بيبدا بحركه بسيطه وبعدها الجسم والعقل بيتعودوا وتشجعوا. النقطه الثانيه يا بطل وهي خطط وقسم يومك. من اكتر الاسباب اللي بتساعدك تستغل وقتك صح وتوصل اللي انت عاوزه خلال يومك هو انك تحضر له وتجهز له كويس. هحكي لكم عن نفسي. كل يوم وقبل النوم غالبا بنص ساعه بمسك النوتة في التليفون واكتب الحاجات اللي عاوز اعملها بكره وارتبها حسب الاولويات، اولا عشان ما انساش، وثانيا عشان ما اضيعش وقتي واكون مشتت في التفكير. وطالما ذكرنا النوم يبقى لازم تقتنع ان اللي بينام الساعه 2 وش الفجر ويصحى 5 الصبح عمره ما هيكون في نشاط وانتاجيه واحد بينام الساعه 10 او 11 بالليل ويصحى 5 الصبح. صدقني العقل المرهق هو اللي بيولد الكسل. اما النقطه الثالثه يا صديقي فهي ابعد عن المشتتات وقللها على قد ما تقدر، سواء كنت بتذاكر او شغال على مشروع، عندك اجتماع او موعد، او عاوز تركز عموما في اي حاجه مهمه. اقفل التليفون، ابعد عن السوشيال ميديا او اي حاجه ممكن تسرق تركيزك. حاول تعمل مكان هادي ومرتب حواليك بعيد عن الصوت العالي والمزعج، وكل ما هتركز اكتر كل ما هتنجز اسرع وتحقق اللي انت عاوزه. من الحاجات كمان المهمه اللي هتشجعك جدا على النشاط واستغلال الوقت هو انك تعمل روتين صغير لروحك. يعني ايه؟ يعني حتى لو يومك مليان شغل والتزامات لازم تخلصها، خصص وقت صغير لنفسك وروحك حتى لو من 5 ل 10 دقايق. اذكر الله او اقرا قران، اشرب حاجه، تامل في نفسك او في حياتك او في الكون، نظم افكارك، مارس هوايه سريعه ممكن تشوفها حاجه بسيطه بس صدقني هتفرق جدا في نشاطك وانتاجيتك. واخر واهم حاجه وهي حاسب نفسك كل يوم، مجرد 5 دقايق اخر يومك مش اكتر، ومن غير دفتر ولا جلسه كبيره، ولكن مجرد كام سؤال بسيط هتسالهم لنفسك وتجاوب بكل صدق. انا عملت ايه النهارده؟ قدمت خطوه لهدفي ولا لا؟ كنت منضبط ولا سايب نفسي؟ اعمل ايه بكره عشان اكون افضل من النهارده؟ اول ما تبدا تراقب نفسك 5 دقايق بس كل يوم هتكتشف اخطائك وهتتعلم منها، وهتبقى مسؤول عن حياتك مش مجرد متفرج. صديقي افتكر دايما انك اتخلقت عشان تكون فعال ويكون لك دور في المجتمع، عشان تبني وتنجح، مش علشان تتعطل وتستسلم. وصدقني طول ما انت بتقوم تجرب وتحاول فانت ماشي في الطريق الصح. انا محمد غطاس، اشوفكم في فيديو جديد وسلام.